ده بقى احلى حواوشي اسكندراني ممكن يتعمل في البيت. ايه الحلاوه والطعامه دي. يلا بينا نجهز احلى حواوشي هتاكله في البيت. بوله، كيلو دقيق، شمر وجهز نفسك. نص معلقه ملح، بيضه واكسرها، كوبايه لبن مهمه، وبعدين هنزود بعد كده ميه على حسب احتياج العجين. هات مضرب او اعجن بايدك عادي، زود الميه على حسب الكميه ما تحتاج. انزل بقى بالسمنه البلدي، لم العجينه لحد ما تبقى مأستكه معاك كده، سيبها 5 دقايق ترتاح وجهز يلا صينيه وعليها رشه دقيق. وبعدين ابدأ قطع العجين وكوره كور صغيره على قد الرغيف اللي انت هتبقى محتاجه، وكده تبقى كل حاجه جاهزه. نسيبه يرتاح كمان شويه ونجهز بعد كده حشو الحواوشي. نص كيلو بصل مع نص كيلو لحمه، فلفل حلو وفلفل حامي. هنديهم كلهم ضربة مع بعض في الكبة لحد ما يبقى البصل والفلفل كلهم ناعمين 100%. انزل بعد كده بقى عليهم بنص كيلو اللحمة لحد ما يبقوا جاهزين وناعمين معاك زي ما انت شايف كده. انزل بقى بعد كده عليهم بالتوابل واعجنهم كويس عشان التوابل تبقى متغلفة مع اللحمة كويس. هات بقى شوية دقيق وافردهم وافرد العجين على قد حجم الرغيف اللي انت عايزه. حط الحشو اللي على مزاجك. التتبيله دي علشان تخلي اللحمه تتوزع في الرغيف كله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ودي اول رغيف معانا جاهز، والتاني شوف العجينه ما شاء الله بتتشد ملبن. قفل الرغيف كويس، اهم حاجه تقفل العجين كويس عشان بعد التسويه اللحمه ما تطلعش بره. وكده يبقى كل حاجه جاهزه معانا. ما شاء الله لا قوه الا بالله. وبكده نكون خلصنا الكميه كلها. اخر حاجه هتجيب شوكه وتخرم الرغيف، ولو عارف انا خرمته ليه اكتب لي في كومنت. جهز السلطه الطحينه بقى لحد ما يستوي. ما شاء الله ما شاء الله. شايف اللون الذهبي الحلو؟ سامع القرمشه؟ سامع؟ ما شاء الله تحفه. جامد. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي.